شاهدوا لقطة كارثية. شاهدوا ما فعله اللاعب فالنسيا في فينيسيوس لاعب ريال مدريد، ورد فعل فينيسيوس الذي جعل اللاعب جثة هامدة على الأرض. في البداية صلوا على النبي ودعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة. لقطة كارثية شهدتها مباراة ريال مدريد وفالنسيا، والتي خسر فيها فريق ريال مدريد أمام نظير فالنسيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الأسباني. وتعرض البرازيلي فينيسيوس مهاجم ريال مدريد للطرد في مواجهة فريق أمام فالنسيا بالدقيقة 92 من زمن المباراة. وتعرض المهاجم البرازيلي إلى بعض العبارات العنصرية من جماهير فالنسيا قبل أن يرد عليهم بإشارة منه توحي إلى هبوط الفريق إلى دور الدرجة الثانية الأسباني، قبل أن يقوم حكم المباراة بطرده على أثر تلك الإشارات. وقام لاعب فالنسيا بخنق فينيسيوس في لقطة غير أخلاقية، ليقوم فينيسيوس بضرب لاعب فالنسيا بلقمة قوية ليسقط اللاعب على الأرض. وطرد فينيسيوس من الملعب ليخرج وهو يصفق بيده في وجه حكم المباراة عقب إشهار البطاقة الحمراء له، إشارة منه إلى عدم رضاه عن قرار الحكم. بالتأكيد نحن في انتظار آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا لايك للفيديو.